مساء الخير لكل اخواتي الزملكاوية. النهاردة معانا فيديو جامد جدا عن واحد من الصفقات المنتظرة او اللي كان منتظرها جمهور الزمالك تخلص بأي شكل، والصفقة دي كانت هتبقى اضافة قوية جدا جدا لخط هجوم نادي الزمالك. هنعرف كل التفاصيل مع بعض من أول ما بدأ كورة لحد ما كانت الصفقة هتتم لنادي الزمالك، لكن الصفقة راحت مكان تاني. تيدي أوكو جناح فرنسي عنده 27 سنة، مواليد 28 أكتوبر 1996، وطوله حوالي 175 سنتي، بيلعب جناح يمين. كمان في بعض الأوقات بينزل قلب الهجوم وبيعرف يلعب تحت المهاجم، يعني من الآخر لعيب جوكر هجومي، يعني لعيب بيحل لك أغلبية مراكز الهجوم، ولعيب بيعرف يلعب جناح يمين أو جناح يسار، بيعرف يلعب مهاجم، بيعرف يلعب تحت المهاجم، بيعرف يصنع فرص محققة. لعيب مهاري، يعني في كل المواصفات اللي مستنيها جمهور الزمالك. بدايته كانت في فرنسا وفي بوردو بالأخص. بدأ في قطاع الناشئين بوردو الفرنسي، وكان واضح من البداية إنه لعيب مهاجم، لعيب سريع، لعيب مهاري، بس ما جاتلهوش الفرصة أو ما اتاحتش ليه الفرصة الكاملة إنه يثبت نفسه ويثبت جدارته في الفريق الأول. راح إعارة لفريق اسمه جالن في الدوري السويسري، وهناك بدأ يتشاف بشكل أوضح. لعب معاهم موسم تقريبا، وكان واضح من البداية إنه لعيب سريع مهاري بيصنع فرص وبيساعد الفريق. ومن جالن للوزان سبورت سويسرا من موسم 2021 ل 2023، وهنا كانت نقطة التحول في لوزان السويسري لما راح الفريق دوري الدرجة الثانية، وكان موسمه الذهبي مع الفريق في دوري الدرجة الثانية هو 2022 2023. سجل معاهم 19 هدف وساعد الفريق، وكمان خد هداف الدوري. ساعد لوزن انه يطلع للدرجة الاولى لأول مرة في تاريخه، وكمان كان هداف الدوري في الموسم ده، وكان نجم الفريق بدون منازع. كان هو الوحيد اللي ظاهر، وهو الوحيد اللي ليه بصمات ظاهرة دون عن باقي الفريق. بعد ما خلص عقده مع نادي لوزن السويسري انتقل لنادي لوزيرن السويسري موسم 23-24. لعب معاهم موسم قوي جدا، لعب خلال الموسم 37 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 6، يعني شارك مع الفريق في 13 هدف. وعشان الناس اللي بتحب التفاصيل جبنا لك كل أرقامه بالتفصيل، لكن ما تبخلش علينا بلايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد، وعشان الفيديو يقترح لأكتر من شخص تاني. موسم 2023-2024 لعب مع نادي لوزرن 37 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف، صنع 6، يعني ساهم في 13 هدف خلال الموسم مع نادي لوزرن السويسري. التسديدات 70 تسديدة، منهم 28 تسديدة على المرمى، يعني بدقة 40% للتسديدة. المراوغات الناجحة 63، يعني بدقة 47%. فاز ب183 التحام على الكورة، وده رقم كبير جدا جدا في الدوري السويسري. يعني اللعيب قوي، عنده التحامات، عنده تدخلات، وده نقطة مميزة جدا في لعيب مهاجم أو جناح، عنده الأرقام دي في الالتحامات واستخلاص الكرة. كمان صنع فرص كتير، وكان من أفضل 10 لاعيبة في الدوري صناعة للفرص خلال الموسم 2023-2024 مع نادي لوزيرن. رأيي تيدي أوكو كان هيبقى إضافة قوية جدا لهجوم نادي الزمالك، لكن كان يحتاج الثقة والاندماج السريع مع اللعيبة. لكن ليه أصلا صفقة تيدي أوكو ما كملتش؟ طبعا الإعلام والكل حاليا بيجي بيفهم، يعني فجأة كده تلاقي كل بيجي بيفهم كورة، اللي بيعرف حاجة عن الكورة واللي ما بيعرفش أصلا الكورة بتتعمل إزاي ولا إيه دنيتها بيجي بيفهم.
في كذا تصريح اتكلموا عنه، ان الاول ان تيدي اوكو ما عداش الكشف الطبي، وده سبب رئيسي يخلي اي لعيب بيروح اي نادي لازم يعدي الاختبار الطبي الاول. ثاني سبب قال ان الزمالك اختلف على القيمة المالية. ثالث سبب ان في نادي سعودي دخل في الموضوع. فجأة تبقى بتتعاقد مع لعيب، فجأة تلاقي الدوري السعودي عايز اللعيب، يعني مش جديدة على الزمالك أصلا ولا جديدة على الدوري السعودي، إن كل ما الزمالك يعرف يوصل للعيب كويس فجأة الدوري السعودي يبقى عايز اللعيب ده. أنا من وجهة نظري تمام إن اللعيب جه أو ما جاش مش مشكلة، خلاص الزمالك باقي وباقي بجمهوره تمام، وكل الشابوه وكل الدعم لمدير التعاقدات جون ادوارد عامل حاله جوا نادي الزمالك ما حصلتش من سنين كتيره فاتت تمام. صفقاتك بتيجي في سرية تامة ودي ما كانتش بتحصل. كل حاجة ليك بتعرف بعد ما تحصل مش قبل، يعني دي حاجة ما كانتش موجودة في الزمالك الفترة الأخيرة. ما فيش حد بيتدخل في الصفقات، ما فيش حد أنا وأنا، لا ما فيش. بياخد الخطوة، بيعرف اللعيب بيجيبه. على فكرة في معلومة تاني، اللي هو جون ادوارد رفض اللعيب علشان اصابات اللعيب في الفترة الأخيرة كانت كثيرة تمام. ما يغرقش عدد المشاركات، ما يغرقش عدد الأهداف، لكن اللعيب بيتصاب بصفة مستمرة. الوكيل بتاع اللعيب خرج وقال لا ما فيش الكلام ده وما فيش إصابات للعيب، لكن الزمالك حاليا أصلا مش محتاج، يعني المشرحة مش محتاجة قتلة في الزمالك. الزمالك عنده كل شويه اصابه اللعيب، كل شويه، يعني ما خلصنا من زيزو وراح للاهلي بالانكل اللي كان كل مباراه الاهلي يتصاب فيه. فمش محتاج المشرحه، مش محتاج قتله في الزمالك حاليا. كفايه الاصابات اللي في الزمالك، وكفايه اصلا ان الدنيا في الفترة الأخيرة كلها مش عارفين مين التشكيل الأساسي ومين هيلعب ومين مش هيلعب. فجأة قبل المباراة تلاقي التشكيل الأساسي اتغير بسبب إصابات كتيرة ومحدش عارف إيه سبب الإصابات. ما تنسناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن الفارس الأبيض.